انتوا عارفين اللي زعل انت مش متعود مثلا كل سنه ان انت بتصعد كاس عالم. انت ما بتصعدش غير 3 مرات تقريبا. 34 تقريبا بعد 4 سنين من اول بطوله لكاس العالم، وسنه 90 و2018 هي اخر بطوله من ال4 سنين. فانت 3 مرات تقريبا ما صعدتش غير 3 مرات. انت مش ده اللي يزعل، لا. يعني الواحد بيفكر معاكم بصوت عالي. اللي يزعل ان انت خلاص، انت كان تفاصيل صغيره قوي اللي فرقت ما بينك وما بين الصعود. انت ما بينك وما بين دلوقتي كاس العالم في 8 ايام، في 8 ايام، اسبوع، يوم. هو الفرق ما بينك دلوقتي وما بين بداية كاس العالم في قطر 22. انت كان مكانك، مفروض كان مكانك او كان زمانك مكان السنغال. اللي فرق حاجة بسيطة جدا، تفصيلة صغيرة، ضربات جزاء. تخيل ضربات جزاء كانت هي اللي يعني متحملة مصير بلد بحالها وشعب كامل فوق 100 ولا 110 مليون شخص. هي ضربات الجزاء هي الفرق. والمشكله على رأس سعيد صالح الله يرحمه لما قال لك نفس العلقه اللي فاتت، لا قلم زاد ولا قلم نقص، هي بالظبط، ونفس الخصم ونفس ضربات الجزاء ونفس السيناريو. انت لما بتفتكر، انا لما دلوقتي لما قاعد مع حالي واقعد بقى اشوف مثلا رد فعل مثلا نصوحي، ولا رد فعل مثلا سري، ولا ممدوح نصر الله، ولا ناس كتير فشخ عملت ردود افعال على خساره النهائي او خساره بطوله افريقيا. واحد بيزعل من جوه قوي. والمشكله ان ده كله جه في شهر واحد. خسرت نهائي افريقيا، وخسرت ان انت تصعد لكاس العالم ضد نفس الخصم وبنفس الطريقه وبنفس ضربات الجزاء وبنفس السيناريو بالظبط وكل حاجه في شهر واحد. انت شهر واحد كان قادر يكسر ظهرك حرفيا من ناحيه كل حاجه كرويا. هي دي المشكله. المشكله ان انت بتقعد لوحدك كده وبتفكر، طب انا ليه ما صعدتش؟ طب في ايه لو كنت صعدت؟ طب ما كنت اصعد. يعني الناس تقول لك لو صعدت هعمل ايه والسنغال اجمل. يا عم ربيت السنغال. طب يا عم انا هصعد، يا عم ما اعملش حاجه، هطلع المركز 32 من 32 فريق، هبقى حصلت المجموعه وحصلت البلد كلها، اي حد معدي هيدوس عليا، بس هصعد. اسمي صعدت كاس عالم، دي تبقى رابع مره في تاريخي هكون صعدت. فاهم؟ صعدت قطر، كاس عالم، مصر، لعيبه، جمهور، كل حاجه تبقى باستفاده ليك. المهم ان انت تكون صعدت. تعمل بقى ما تعملش كرويا دي تتحل بعد كده، بس تكون صعدت. انت في افريقيا انت كان مستحيل انت تصعد نهائي. كان مستحيل. ايه ده؟ ازاي مصر صعدت نهائي؟ وصعدت نهائي اقوى فرق في البطوله حرفيا، مغرب وكاميرون، وخسرت من السنغال يعني انت تقريبا يعني مش ما سبتش حد قوي ما قابلتوش. كلام في سيركو. انا لسه حزين ان مصر ما صعدتش. حزين. ما حزنش ليه؟ انت نهائي افريقيا وخسرت تأهل لكاس العالم في شهر. يجعلني قسم بالله العظيم مؤلمة. انت في شهر واحد الدنيا كلها من كده لكده، من 7 سما ل7 ارض، حرفيا 7 ارض واكتر من 7 ارض. متأهل نهائي افريقيا وانت مش مرشح ان انت تتأهل نهائي اصلا، ولا توصل لنص نهائي ولا ربع نهائي، وتأهلت نهائي. والسيناريو ضربات الجزاء طلعك كاس عالم، سيناريو ضربات الجزاء طلعك ضد نفس الخصم وبنفس السيناريو وبنفس الطريقة وبنفس كل حاجة. حرفيا حاجة تحزن لما تشوف السنغال هناك، حاجة تحزن لما تشوف كل ده بيتجهز من 2012، بقالهم 10 سنين قطر تقريبا بتجهز في استادات وكل حاجة لكأس العالم. حاجة تحزن لما تشوف حاجة زي كده خلاص، وتشوف قطر وتشوف الملاعب وتشوف الجمهور وتشوف الدنيا ماشية ازاي وانت قاعد تتفرج عادي. قسما بالله حاجة تحزن فشخ. بس انا مجرد فضفضة ملهاش اي لازمة ولا داعي، بس حرفيا فعلا كل ما بيقرب ميعاد كاس العالم الواحد بيحزن اكتر على مصر وعلى السيناريو اللي حصل لمصر. والمشكله هو في شهر واحد بس. سلام.